السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة حبينا بس ننوه، خليكم بقى عشان الصوت يوصل. حبينا بس ننوه إن في ناس كتير بتبقى شغالة بالمكنة بتشتكي إن هي ما بتاكلش في الحيطة أو بتعمل لمعة أو الكلام ده. فطبعا ديت لها أسباب كتيرة، بس أنا من تجربتي مع المكنة الفيت أو أي مكنة عموما عملت فيها تعديل بسيط خالص مش هيكلفك الهواء. تمام؟ أهو كده معايا. ده التعديل احنا عاملينه قبل كده وعاملين له فيديو ان احنا بنحط قوس 2 سم ونحط جواه 7 بوصه، بيشتغل زي الفل. ما علينا من ده. اللي بيخليها انها ما تاكلش في الحيطه الفوش اللي هنا بيكون عالي، والحرف البلاستيك ده هو بيكون عالي. فانا جبت الصاروخ وكلت من الحرف ده، بتمشي الصاروخ كده على الحرف كله، بحيث ان انت تخلي القوس لما ينزل على الحيطه تعرف تكبسه يمسك في المعجون، ما يخليش المعجونه تنكوي معاك. تمام. الفوش ده كده كده اتاكل مع الشغل، لكن انت كمان حرف البلاستيك ده لان ده اللي بيبات على الحيطه، كل ما تقصره يكون احسن، تخليه اقصر من القص ده. تمام. عشان كده لما تيجي تحط القص على الحيطه بيبقى فيه هنا مساعدين اللي هم هنا دول، ده مساعد اهوت، في سوسته بيروح ويجي معاك، هتلاقي 4 مساعدين معاك هنا اهو. تمام. فانت لما تيجي تحطها على الحيطه كده تعمل لما تيجي تحطها كده تعرف ان انت تضغط عليها. يعني انا كده حاطط اهوت مش ضاغط، هتلاقي في مسافه بينها وبين الحيطه، لما تضغط هتلاقيها ايه تقرب معاك. طب لو الحرف البلاستيك ده عالي، القرص اصلا مش هياكل في الحيطه ومش هيطول الحيطه كويس. طيب انا عامل الحركه دي بقالي كتير، بقالي مثلا ممكن نقول 3 سنين وشغاله معايا زي الفل، مفيش اي مشكله. زي ما احنا شايفين كده اهو. انما لما يكون الحرف ده عالي القرص ده ما بيطولش الحيطه. تمام. فدي كانت حاجه بسيطه حبيت بس انوه ليها، وان شاء الله ممكن اكل منها كمان بالصاروخ تاني واصورها لكم وانا بعمل. الموضوع سهل يعني، بتجيب الاسطوانه وبتمشي على الحرف ده من جوه، هتلاقيها شغاله معاك زي الفل. طيب ايه انضف مكنه؟ المكنه ديت فيت. الفيت من انضف الماركات اللي نزلت مكن لحد دلوقتي، هي والاي بي تي. لكن الانكو وتوتال ما تجيبهمش ولا ببلاش، لو التاجر هيدفع لك فلوس عليهم كله مش محتاج. معلش ديت اغلى شويه بس احسن، وهتعيش معاك احسن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.